السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. هذا الفيديو غادي يكون قصير، غادي نشوفوا فيه جديد مسلسل انتقال اللاعبين المغاربه اللي ما بغاش يسالي، والكلام غادي يكون على حكيم زياش وسفيان امراب وكذلك عبد الصمد الزلزولي. ندخلوا في الموضوع اللي غادي يكون باختصار كيف العاده، والبدايه غادي تكون مع عبد الصمد الزلزولي. وفق ما نشر الصحفي رودي غاليتي كاين تقدم كبير في المفاوضات بين مسؤولي نادي ريال بيتيز ونادي برشلونه، بحيث ان نادي ريال بيتيز قدم عرض للحصول على اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي على سبيل الإعارة. أما بخصوص جديد انتقال حكيم زياش إلى نادي النصر، آخر مخرج بخصوص هذا الموضوع هو أن نادي النصر قرر يخفض الراتب اللي كان متفق عليه مع حكيم زياش بنسبة 40%، والعذر اللي داروه هو اللي كنعرفوا كاملين، هو أن حكيم زياش فشل في اجتياز الفحص الطبي، وهذه الحاجة اللي ما كيتقبلهاش العقل بحكم أن اللاعب كان اجتاز الفحص الطبي بنجاح مع نادي باريس سان جيرمان. وكذلك مؤخرا لعب جوج ديال المباريات مع المنتخب المغربي وما كانش باين فيه أنه كيعاني من شي إصابة في الركبة ديالو، بالعكس كان من بين افضل اللاعبين، بالاخص مباراه جنوب افريقيا. الاساس وفق ما نشرته صحيفه سبورت الاسبانيه وكذلك صحيفه اصل اسبانيا، نادي النصر قال لحكيم زياش نتعاقدوا معك ولكن غادي نعطيو راتب منخفض بنسبه 40% على داكشي اللي اتفقنا فيه في الاول. والاتفاق الاول بين النصر وحكيم زياش كان هو انهم غيعطيوه الدوبل ديال داكشي اللي كيشدوا في نادي تشيلسي، بمعنى ان حكيم زياش كيشد 6 ديال المليون يورو سنويا مع نادي تشيلسي. يعني ان النصر اتفق مع حكيم زياش انه غيعطيه 12 مليون او 13 مليون يورو كراتب سنوي للمده ديال 3 سنوات، الامر اللي تراجعوا عليه حاليا وقالوا نخفضوه بنسبه 40%. انا ما نكذبش عليكم، بكل صراحه من الناس اللي فرحوا حيت ما تمتش الصفقه، حيت بكل صراحه انا كنشوف ان حكيم زياش مازال صغير ومازال عنده ما يعطي في الدوريات الكبرى، وحاليا كاين اهتمام من نادي روما وكذلك نادي الميلان. كنتمناو نشوفوه في واحد من الجوج ديال الانديه، كنت كنتسنى انه حكيم زياش يعني كاضعف ايمان يعني للظهورات الاحوال ديالو ما بقى عنده ما يعطي غيمشي لنادي اشبيليا، رغم ان نادي اشبيليا نادي عريق بزاف. ما تنسوش تعطوني الاراء ديالكم بخصوص الشرط اللي وضعوا نادي النصر اللي هو خفض الراتب ديال حكيم زياش بنسبه 40% باش يتعاقدوا معه. نمشيو لعند سفيان امراب. وفق ما نشروا موقع فوتبول ايطاليا، نادي مانشستر يونايتد مستعد باش يضاعف الراتب ديال اللاعب المغربي، لكن نادي فيرونتينا ما غاديش يقبل باقل من 30 مليون يورو كحد ادنى لبيع سفيان امراب. اذا هادشي اللي كاين، حتى سفيان امراب المصير ديالو مازال ما واضحش. الحاجه المؤكده هي انه غادي يغادر نادي فيرونتينا هذا الصيف، لكن الوجهه ديالو مازال غامضه والاخبار اللي كتروج ما عندهاش شي مصداقيه كبيره. اذا هادشي اللي كاين، وكيف العاده اللي مازال ما انضمش لعائله فوت فليكس رجع البطونه كحله بيضاء وهو معنا. كان معكم اخوكم محمد من قناه فوت فليكس. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوه.